بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما وعدتكم ان انا هشرح على مكنة مستوردة كده، وهنوري للناس عملي المكنة المستوردة عبارة عن ايه. في البداية كده هننزل عند المحرك وممكن نشوفه كده. ادي المحرك بتاعها اهو، ودي الصباصي اهيت، ودي الكتلة بتاعتها ديت اللي هي بيت الصباصي اهي، وديت الكتلة، وديت يعني يعتبر ان دي الكارتة بنسميها احنا في صناعتنا الكارتة، مفتاح ومؤشر للحرارة وتبعيات عشان برضو الناس تبقى شايفة. وده يعتبر طرنز مصغر بيحول ان المحرك ده الموتور ده شغال، الموتور اللي هنا ده بيشتغل كهرباء 12 فولت مش 22 فولت، فديت ديت بتحولها اللهم صل على سيدنا محمد، بتحول الكهرباء من 220 ل 12 فولت عشان بحيث المحرك يشتغل. اما واحد بيكلمني بيقول لي المكنه ما بتشتغلش لون، اللون اهوت، او المكنه دي عيوبها ايه، بقول لي ان هي ما بتشتغلش لون وشويه عيوب تانيين كده. طيب يا محمد هي ما بتشتغلش لون ليه؟ طيب عشان المسام، عشان الناس اللي هي بتسالني يعني ايه المسام، اللي هي دي كل الفتحات من هنا ديت كده 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 كده، دي اسمها المسام. اللون ده عليه صنص، اللون ده بيكون عليه صنص، بيجي داخل على المسام ديت بيسكرها، فيجي الشخص يجي يبدأ يشتغل ما تشتغلش معاه وتبدأ تحرق معاه السكر زي ما الناس كلها بتشتكي. ديت المكنة اللي احنا بنتكلم عنها هي، عشان بحيث ان برضه يكون الناس كلها واخدة بالها. تاني حاجة دولت لو قدر الله اللي انا هصورهم دول، لو هنا هم الحاجة اللي انا بصورها ديت، لو قدر الله ان هي اتقطعت بتضطر ان انت ترمي كل ده، لان ديت ملحومة قبل ما تكون مربوطة. يعني دي ما شاء الله هنا ليها هنا مربوطة بمسمار. في مكان تاني برضه وممكن تشوف المكان اللي معاكم تلاقي ان المكان ده ملحوم، في مكان كتير في الحتة دي. فانت لو قدر الله ان حصل اي عطل ولا حاجة في الموتور بتضطر انك انت تلوحها كلها ترميها كلها ويعوض عليك ربنا. المكنة هيت عشان برضه تبقى انتوا معانا في الفكرة اهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.